صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فلوج جديد. يلا بينا نبدا فلوج النهارده. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. طبعا اتعودت على اللحظه الاولى بتاعت اليوم دي. دخلت غسلت وشي بالغسول بتاعي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الغسول قرب يخلص. من الغسول قرب يخلص هروح بقى اعمل اعاده كشف، او هروح اعمل كشف جديد كده كده علشان اجيب غسول جديد بقى. بس انا عايزه اغيره لان الدكتوره المره اللي فاتت كانت كاتبالي اصلا على غسول ومش لاقيه الروجيتا بتاعه العلاج اصلا. فهروح اكشف تاني، مش مشكله يعني. والجو بصراحه كان حر جدا، فطبيعي يعني بناخد شاور في اول اليوم وفي اخره وفي نصه وفي كل وقت. فعلشان بس افوق كده من الحر ده اخدت شاور سريع كده. بعد كده نزلت اعتبر عشان كنت متاخره على الدرس، وكان عندي درس فيزياء كان الساعه 10 الصبح اصلا. فنزلت متاخره. مش عارفه ليه يا جماعه، بجد بقيت اتاخر في الدروس كده. مش عارفه ايه اللي حصل لي. انا كنت بجهز قبل الدرس بنص ساعه والله. والحين جيت من درس الفيزياء وعندي درس عربي بقى. هقعد راجع على الحاجات اللي خدناها الحصه اللي فاتت. احنا ما خدناش لسه حاجه غير نحو بس. ماشي. فهقعد اراجع عليه. بجد اول درس حلو قوي قوي قوي. فجماعه حاسه ان دي حلاوه البدايات. والله بجد حاسه ان دي حلاوه البدايات. لسه النحو التقيل جاي في اللي جاي. بجد والله جاي في اللي جاي. انا كنت بقول لكم بصوا الفرق بين الخط اللي هو الخط الاول والخط التاني والخط ده، شفتم؟ فرق شاسع، والله فرق شاسع. نفسي خطي يتعدل. بقلب الصفحه رحت شايلاها. الله عليا. المهم اتمنى ان دي ما تكونش حلاوه البدايات، لان الدرس الاول ده حلو قوي. فيا رب يا رب يا رب السنه كلها تفضل كده، والمواد كلها تفضل كده حلوه كده وزي الفل وقمر وكل حاجه في الدنيا، كل حاجه في الدنيا يا رب. بعد درس العربي بقى انا كنت مروحه اصلا وما كنتش رايحه في اي حته، بس قابلت واحده صاحبتي. وانتوا طبعا عارفين طبعا ان الانجليزي معايا مش عارفه اخد مع مين وكده، هو اللي كان محيرني. فانا راجعه من الدرس لقيت صاحبتي رايحه درس الانجليش بتاعها. فبسالها يعني رايحه فين ومش عارفه ايه وكده، وبنتكلم يعني عادي. قالت لي انها رايحه درس الانجليزي عند مستر كذا كذا. قلت لها والله انا كنت عايزه اروح بس مش عارفه بصراحه ومحتاره والكلام ده كله. قالت لي والله مش تخسري حاجه، كده كده انت وراكي حاجه دلوقتي. قلت لها لا. قالت لي تعالي جربي. والله يا جماعه ورحت. يعني سبحان الله، شوفوا تدابير ربنا. المهم رحنا بقى. اول حاجه عملها معانا انه كان بيدربنا على البابل شيت، ودي اول حاجه حمستني. وعرفنا كمان ان الامتحانات بتاعتنا كلها هتبقى بالشكل ده علشان يعني نتعود على التظليل ونتعود على الورق يعني وكده. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. بس بصراحة أول حصة دي مشرحش فيها لسه أي حاجة. فبإذن الله لنا لقاء في الحصة اللي بعدها. بإذن الله بإذن الله بإذن الله يظبط، علشان بجد يعني أنا خلاص كده احترت ومش عايزة أفضل أروح وأجي وأروح عند المدرس ده وأروح عند المدرس ده وأروح عند المدرس ده، عشان أنا اللي زهقت والله العظيم. أنا اللي زهقت. بس بصراحة حركة بابل شيت تحفة. لسه جاية من الدرس حالا، لسه جاية حالا وبجد مبسوطة. اخيرا كتاب مستر محمد عبد المعبود وصل. هو انا بقول لك على فكره اخيرا الكتاب مش بقاله كتير. الكتاب انا لسه طالباه من كام يوم، من 3 ايام أظن. بص هو في الوقت اللي نزل فيه الكتاب انا حجزته فيه وجبته النهارده. يعني بجد ما تاخرش خالص. انا مش جايباه، مش طالباه اونلاين. هو بيتهيألي مفيش بيتهيألي اماكن او اي بيج اونلاين بتبيعه اظن يعني. انا جايباه من منفذ بيع. فبجد ما تاخرش، وبجد انا مبسوطه قوي انه جه. هنعمله انبوكسنج، بس هنعمله بقى انبوكسنج فيديو لوحده لما اروق كده. مش هفتحه دلوقتي لاني بصراحه مش قادره خالص، لسه جايه من الدروس. فبجد مش قادره خالص، يعني دماغي مصدعه. في ايه تاني؟ مش فاكره بصراحه في ايه تاني. انا مش في دماغي دلوقتي حاجه غير ان انا فعلا عايزه اكل، لاني بامانه جعانه قوي وهبطانه. يعني جعانه وهبطانه. فيلا بينا نقوم نشوف هناكل ايه. افتكرت في كريم كراميل اللي كنت عاملاه امبارح، هاكل منه اي حاجه بس ترد روحي عشان الحر. انا لسه واصله حالا البيت فقلت اصوره لكم. بس قلت بقى بالليل كده لما ارتاح واقعد براحتي، ولما اختي تيجي عشان هي بتحب تشوف. بتحب تبقى قاعده يعني وانا بفتحهم كده. فهخليهم لما تيجي وهنفتحهم باذن الله مع بعض انا وهي، عشان بس تكون هي قاعده. دلوقتي مستر محمد صلاح نزل الفيديو بتاع التفاصيل. المفروض انه كان ينزل اظن الكورس نفسه بتاع النحو يوم 9/8، والمفروض اولى قصدي تانية بكالوريا واولى بكالوريا اظن هينزل لهم يوم 9/8 ده المفروض يعني. بس انا استغربت ان لقيته منزل تفاصيل بس مش منزل الكورس نفسه. واظن مستر محمد عبد المعبود بيتهيألي برضو كان قايل هينزل الكورس يوم 6، وبيتهيألي ما نزلوش برضو. فانا مش عارفه بصراحه.
ادينا قاعدين مستنيين، مش مشكله، اول ما ينزل باذن الله هبقى اسمعه بقى يعني. انا كنت متخيله بصراحه ان اسمع العربي النهارده، بس يلا مش مشكله. بس العربي بجد عجبني، يعني اول درس لسه، احنا لسه في اول درس، ف عجبني، فانا متحمسه للعربي عشان كده. حلاوه البدايات، عادي عادي، حلاوه البدايات، ان شاء الله باذن الله خير، ان شاء الله باذن الله العربي كله يبقى كويس. مستر احمد طارق منزل كورس تأسيسي، ومس مي اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مس مي مجدي ومس ياسمين ايهاب. فالتلاتة منزلين، بس اظن مس مي مجدي هتتركن على جنب شويه الكورس بتاعها دلوقتي، لاني انا حاساها بتتكلم في حدود اللغه نفسها، مش في كمنهج. هو احنا طبعا هي دي حاجه كويسه، بس احنا دلوقتي حاليا عشان في تالتة وكده، فاحنا محتاجينها، محتاجين حاجه تبع المنهج. فاظن ان مستر احمد طارق هيبقى الكورس بتاعه كويس، هو ومس ياسمين ايهاب. بعد كده بقى قمت روقت الاوضه وكده، وكنت بروق شويه وانا بروق والله يا جماعه كنت بدور على حاجه، ما كنتش في دماغي ان انا بدور على الحاجه دي او هلاقي الحاجه دي اصلا. والله ما كانش في دماغي خالص، فانا بدور على الحاجه دي، الحاجه اللي انا كنت بدور عليها ما لقيتهاش، بس لقيت دي بقالها شهور ما كنتش لاقياها، لدرجه ان انا فقدت الامل اصلا ان انا الاقيها، فما كنتش بدور عليها، حتى ما لحقتش استخدمها كتير. بعد كده بقى رحنا عشان نجيب للاستاذ اخويا لبس، وطبعا بياخدني معاه عشان هو بيثق في ذوقي جدا. مش غرور والله، حقيقه. طيب يا جماعه، كتير منكم سالوني هاخد مع مدرسين مين وكده. انا كنت بصراحه ناويه اعمل لها فيديو لوحده، بس قلت مش مستاهله بقى بصراحه، ومفيش وقت كبير ان انا افضل اعمل كل فيديو لوحده يعني وكده. ف بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هبدا بالعربي، زي ما قلت لكم قبل كده اني هاخد العربي مع مستر محمد صلاح، وهاخد الكيمياء مع مستر خالد صقر، والفيزياء مع مستر محمد عبد المعبود. وايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ احياء الجوهري. انجليش لا، هاخده هنا، مش هاخد انجليش دلوقتي اونلاين خالص. ممكن اخده مثلا في المعسكرات وكده بس. وحاجه كمان كنت عايزه اقولها لكم يا جماعه، لان في ناس كتير قوي لقيتها بتعمل الحركه دي. ناس كتير قوي مختار المدرس على اساس شهرته، وانه مشهور جدا ومشهور انه شاطر جدا ومش عارفه ايه، ويروحوا يختاروا المدرس على الاساس ده. يا جماعه جربوا الاول، ماشي؟ علشان زي ما قلت لكم قبل كده، يعني ممكن انا افهم المدرس انتوا ما تفهموش منه، ممكن انتوا تفهموا المدرس انا ما بفهمش منه، وهو العيب لا في المدرس ولا فينا، يعني دي بقى والله يعني حاجه من عند ربنا كده، بس مش اكتر. لان ناس كتير قوي بتجرب المدرسين وبتغلط فيهم على اساس انهم مش فاهمين منهم، وانه ليه الضجه دي كلها معموله عليهم بتاع. مفيش حاجه اسمها اللي هو الناس كلها تتفق على حد واحد او تفهم من حد واحد. امال كل اللي موجودين حوالينا دول ليه يا جماعه؟ يا جماعه عادي جربوا. واللي كانوا بيقولوا لي بيسالوني مستر خالد صقر ولا مستر محمد عبد الجواد، يا جماعه جربوا. الفيديوز بتاعتهم عندكم على يوتيوب، والكورسات التأسيسية موجودة. اقول لكم خشوا اسمعوا الكورس التأسيسي، بجد هتعرفوا تحددوا من خلال الكورس التأسيسي، بس مش هقدر اقول لكم غير كده. ناس برضو سألتني على نفس السؤال قبل كده، الجوهري ولا دكتور محمد أيمن. برضو هقول لكم جربوا 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 جربوا. الكورسات التأسيسية موجودة عندكم، حتى لو مش ما في لو في مدرس مش منزل كورس تأسيسي، عادي ممكن تشوفوا الفيديو بتاعت الشرح بتاعته قبل كده. مش مشكلة والله، مش مشكلة. وبلاش تسمعوا كلام حد، يعني بلاش تقولوا لحد اخد عند مين. السؤال ده اللي بناخد يعني السؤال ده سوري اللي بنسأله اخد مع مين ولا اخد عند مين، والكلام ده كله احنا بنشوف اقتراحات الناس اللي حوالينا، تمام؟ علشان نعرف احنا هنروح لفين او هنروح لمين بس. فمثلا حد قالك على الجوهري، قالك تحفة ومش عارفة ايه، خلاص تمام الجوهري. وحد تاني قالك لا لا بجد دكتور محمد ايمن تحفة. شفتوا الاتنين رشحوا، يعني الاتنين رشحوا لكم مدرسين مختلفين، تمام؟ انت بقى خدي المدرسين دول، شوفي الفيديوز بتاعتهم وشوفي شرحهم، واختاري على اساس بقى اللي انت هتفهمي منه، بس مش اكتر. يعني أنا بجد عايزه اقول لكم ناس من صحابي يعني لما بيجوا يسالوني هتاخدي مع مين كده، وبقول لهم مع مستر خالد صقر، حرفيا في ناس بتقول لي انت ازاي بتفهمي منه؟ بجد ما بفهمش منه حاجه خالص، والله بيعملوا لي كده. هو العيب مش في المستر ولا العيب فيها برضه، عادي هي ما فهمتش منه، بس خلاص هتشوف مدرس تاني تفهم منه، بس مفيش مشكله، مفيش اي مشكله، والله الدنيا ابسط من كده بكتير. فيعني بجد بلاقي حرب بتقوم على الحوارات دي، وهي حاجة مش مستاهلة والله خالص، ومفيش يعني
مفيش صعوبة للدرجة دي زي ما انتم فاهمين، والدنيا ابسط من كده بكتير وكل الكلام ده يعني. ويا جماعة لو سمحتوا محدش يغلط في الوزارة في الكومنتس. محدش يقول مثلا كلمة على الدفعة اللي قبل كده. يعني انا مش عايزة الكلام ده كله بجد، لانه هو فعلا كلام غلط ومش هينفع. عادي همسح الكومنت، اقل حاجة ممكن اعملها همسح الكومنت بس يا جماعة يعني الدنيا بسيطة قوي ومش مستاهلة ان احنا نعمل كل ده، ومحدش بياخد اكتر من نصيبه. تمام. وكل واحد بياخد على قد تعبه. الجملة دي مش ناس كتير مش بتفهمها صح. تمام، لان الجملة دي ساعات بتستفز ناس كتير قوي، اللي هو كل واحد بياخد على قد تعبه. تعبك ده ممكن ما تاخديهوش دلوقتي عادي جدا، وانتي مش مطالبة اللي هو خلاص يا رب انا عملت خلاص انا عايزة تعبي في الحاجة دي بقى. انا تعبت فيها فانا عايزاها. لا، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة، احنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها كده. بس فاحنا هنعمل، احنا كل اللي علينا نعمله، احنا نعمل اللي علينا وخلاص. هنعمل اللي علينا والخير ربنا كاتبه لنا ان شاء الله باذن الله يعني. وتعبك ده ممكن ما تلاقوش في الحاجه اللي انت كنتي عايزاها، بس تلاقيه في حاجات تانية كتير قوي، حاجات تانية كتير جدا. يعني ربنا فعلا بقى اللي ما بيضيعش تعب حد. وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس ده كان فيديو النهارده. باي باي.